فانت لوحدك هتبتدي دماغك تتطور. ليه؟ لان انت نقلت شخصيتك ووقتك اللي في اليوم، في جزء كده من الوقت في اليوم كبير جدا بقى خلاص مستهلك في الحته دي. فكل يوم هو بيستهلك في الحته دي، انت نفسك شخصيتك ودماغك تفكيرها بيبتدي يتطور. لما اجي بعد كده قدام اكلمك في تصميم معين وفكره معينه هتبتدي تتجاوب معايا. انت كنت منزل بوست عندك ان امتى يكون ينفع ما بيني وما بين العميل في صداقه وامتى ما ينفعش، وايه حدود الصداقه دي لو موجود؟ بص، معظم الاجابات اللي جات لي على البوست دوت انا كنت متوقعها. يعني الناس اتكلمت في مفهوم الصداقه بشكل عام، ان الصداقه بتبقى فيها تضحيه وبتبقى فيها عشم كبير طبعا، وبعض الامور كده تحت بند ان صعب انها تختلط قوي بالشغل. لكن طبعا انا اللي اقصده هنا في ان لا، لازم يكون في صداقه بينك وبين العميل، وده لازم لنجاح الشغل بينك وبينه. لكن ايه هو مفهوم الصداقه بقى اللي انا بتكلم عنه؟ انا ممكن كده احط له مصطلح صغير قوي نسميه بزنس فريندشيب، يعني صداقه عمل. لازم يكون في صداقه عمل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ما ينفعش اكون مثلا بعمل مثلا ديزاين، ببدا اقدم للكلاينت بتاعي وبس كده شكرا، انا بختفي من الساحه وهو بيختفي من الساحه. انا مش شايف ان ده صح، ومش شايف ان العلاقه بالشكل ده هتكون طويله الامد ان يكون في ما بيننا بيزنس تاني بعد كده. لان انا كنت حد يعني اجريسيف شويه او قفل، يعني زي ما بيقولوا كده، ان انا ما كنتش مرن معاك، ما كانش في نقاش ما بيننا على مصلحتك وعلى مصلحه الشغل. ما خدتش مثلا الديزاين بعد ما خلصناه وبعد كده رحت ابص على التنفيذ، وبعد كده نبص على الحاجه بعد ما خلصت شكلها عامل ازاي. بداتش اتناقش معاك في طب ايه رايك نعمل الفكره الفلانيه، طب نعمل الفكره الفلانيه. يكون في نقاش حيوي بيني وبين العميل، ياخد هو ثقه فيا ان هو بعد كده يبتدي ان هو يطلب مني حاجه تانية. طبعا النقاش بيبقى في اطار معين، في تحت اطار زي ما قلت لك كده، مثلا زي ما بنسميها بزنس فريندشيب. لازم يكون في ود اجتماعي بيني وبين العملاء علشان خاطر تبقى علاقه الشغل دي ممتده. لان احنا في الاول وفي الاخر انا انسان والعميل ده انسان، فلازم يكون في انسانيه بين، يكون في علاقه اجتماعيه. علاقه اجتماعيه بقى بتحدها المصالح المشتركه، انا ليا مصلحه معاك وانت ليك مصلحه معايا، لكن في انسانيه في النص كده بتخلي المصالح دي بتمشي بشكل هادي وبتمشي بشكل جميل وبتمشي بشكل فعال وبتمشي بشكل اخلاقي، وكمان بتكون علاقه طويله الامد. لو هرد على المدرسين، طبعا معظم الكلاينتس بتوع المدرسين، فهو نفسه بيعمل دوت في الشغل بتاعه من غير ما ياخد باله. بتلاقيه عامل علاقه بيزنس فريندشيب مع الاداره بتاعت المكان، عمل بيزنس فريندشيب مع الاسيستنت بتوعه، عمل بيزنس فريندشيب مع الطلبه، وكل واحد في الاطار والحدود اللي تخصه. يعني حدودي بيني وبين الطلبه تختلف عن حدودي بيني وبين الاسيستنت بتوعي، تختلف عن حدودي مثلا بيني وبين المركز، وهكذا. فعلشان البيزنس بتاعنا ينجح، ايا يكن انت شغال في ايه، ايا يكن الفيلد اللي انت شغال فيه او الاندستري اللي انت بتتعامل فيها، لازم يكون في علاقه اجتماعيه ما بينك وما بين الموظفين، بينك وبين الكلاينتس، بينك وبين الناس اللي حواليك، علشان تكون في مرونه في الشغل. المرونه دي هي اللي هتحافظ على المده اللي ممكن الشغل ده فيها يتكرر كتير والمصالح فيها دي يتكرر كتير، وطبعا المكاسب طبعا تتكرر كتير ما بين الطرفين. لكن طبعا ما كانش قصدي اكيد نتكلم عن الصداقه بشكل عام، دي طبعا حاجه عميقه جدا وقصه ثانيه يعني. بس طيب الجرافيك ديزاين نفسه، هل هو موهبه ولا ممارسه؟ الجرافيك ديزاين هو داخل فيه الاثنين يا مصطفى. انا كنت قلنا في البودكاست اللي فات ان هو حل للمشاكل. فطبعا قصه ان انا اقدر يكون في قدامي مشكله واحلها، فكتر الممارسه على اللاين ده او على الفيلد دوت اكيد طبعا بيحسن من ادائك كتير، بيحسن من ان انت تقدر تحل المشاكل بشكل افضل. طيب ايه عامل الموهبه في الموضوع؟ لو انا مثلا موهوب مثلا في الرسم، او موهوب مثلا في المجال الكرياتيفيتي في القصه، في المجال الفني في القصه، فطبعا هيكون الديزاينز بتاعتي شكلها ملفت اكتر، شكلها يعني افضل من غيرها، شكلها احسن، بتلفت النظر اكتر. لكن مش دايما الجماليات لما تيجي تخش في التصميم تبقى هي كل حاجه.
لا، قلنا كتير 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 ان دلوقتي حتى اللاينز اللي احنا متجهين لها ان التصميمات معظمها بتبقى بسيطه او بتبقى فلات او بتبقى حاجه مجرد بس ان انا الفت بيها النظر او ان انا اظهر وسط الناس الكتير قوي اللي في السوق اللي محتاجه تظهر وتكون قدام العميل. فهو الموضوع الاثنين طبعا يقدروا يمشوا فيه ويشتغلوا فيه. لا الممارسه بس تغني ولا الموهبه بس تغني. انا بالممارسه اقدر ان انا اطلع ديزاينز ناجحه، وان انا احاول اتوجه شويه فنيا، اقدر ان انا اطلع حاجه مميزه. انما الموهوب ممكن بيطلع حاجات مميزه جدا جدا، لكن عدم اتجاهه للممارسه بشكل تسويقي، فاهمني، او ان هو يفرق او ان هو يفهم العمليه نفسها ماشيه ازاي ورايحه على فين، زي ما اتكلمنا في البودكاست اللي فات. فبرضه الموهبه لوحدها مش هتغني. فهما الاثنين بيكملوا بعض، والاثنين يقدروا يشتغلوا، وكل واحد فيهم يقدر يشتغل لوحده. يعني اللي مش موهوب او الموهوب ده يقدر يشتغل، يقدر يشتغل، لكن في البدايه هيحتاجوا ان هم يطلعوا على بعض، علشان هي كلها ايه، هو كيان واحد، هو بنيان واحد. الشخص الموهوب الممارس الفاهم في الغالب هو ده الشخص الشاطر، الشخص المميز اللي بيبتدي يكمل ويبتدي ان هو يكون موجود، ومش هيكون ليه بديل بالنسبه للعميل بتاعه بس. طيب انا دلوقتي اتفرجت على ورش كتير ودروس كتير ورحت علشان اطبق لوحدي، فحاسس ان الموضوع صعب، ده سبب. طب هسألك سؤال. لو انت مثلا بتتفرج على توتوريال معين ولقيت مثلا ان التوتوريال دوت الديزاينر اللي بيشرحه زي كل الزملاء الافاضل يعني بيحطوا الملحقات طبعا في تحت الفيديو علشان الناس تطبق معاه. فانت بتاخد الملحقات دي بتبتدي تطبق معاه خطوه بخطوه، واظن ان انت بتوصل لتقريبا اللي هو بيوصل له. يعني لو انت فاهم في البيزكس كويس وفاهم في التولز كويس وبتسمع الفيديو كويس، فانت هتوصل لنفس النتيجه اللي هو بيوصل لها بالظبط. تمام. الفرق بينك وبين اي حد هيتفرج مثلا ممكن تكون حاجات بسيطه، لكن تقريبا في الغالب كلكم هتوصلوا لنفس النتيجه، لان انتوا بتتفرجوا على التوتوريال الفلاني، بتسمعوا الشرح الفلاني، وتاخدوا الملحقات ايه تشتغلوا بيها. طب امتى بقى بيحصل اللي انت بتتكلم فيه ده، ان انا بحس ان انا تايه او ان انا مش عارف اطبق كويس؟ اظن ده بيحصل لما تيجي تطبق لوحدك. يعني لو انت ما اشتغلتش بنفس الملحقات اللي هو حاططها هتلاقي نفسك بتتوه. طيب هنا المشكله فين؟ المشكله هو اعتمادك على الملحقات وتطبيق الدرس هو بشكل يعني حرفي، زي ما هو بيقول بطبق. هو عمل اللايت والشادو على المنطقه دي، على العنصر ده، فانا لازم يكون عندي العنصر ده علشان خاطر انا كمان اعرف اطبق معاه. اعتمادك على الملحقات واعتمادك على الدروس بالشكل ده والمذاكره بالشكل ده فقط لا غير هو اللي هيخليه دايما مستواك مش بيتحسن بشكل سريع او بشكل زي ما انت متوقع اللي المفروض ان انت توصل له. يعني انت اتفرجت مثلا على 20 درس 30 درس 40 درس، بتلاقي نفسك انت بعد ما تطبق مع نفسك تايه والدنيا مش مظبوطه. فزي ما قلت لك بلاش تركز في المذاكره بالطريقه دي. يعني انا فلنفترض انت خدت ملحقات وتعاملت في التوتوريال ووصلت للشكل كويس، ابتدي انت المفروض في مذاكرتك مع نفسك تشوف حاجه شبيهه. يعني تجيب حاجه من نفس المود بورد مثلا، وتجيب عناصر وتجيب فكره تانية وتبتدي تطبق عليها الافكار اللي انت اتعلمتها، تطبق عليها التريكس اللي انت اتعلمتها. لما انت تجيب افكار من نفسك وتبتدي تحط عناصر من نفسك وتطبق التريكس اللي انت لسه مذاكرها في التوتوريال، فهتلاقي نفسك انت مستواك بيتطور. لكن اعتمادك على بس ملحقات الصانع المحتوى اللي انت بتتفرج عليه وان انت بتشتغل بس بالطريقه دي مش بتذاكر غير بالطريقه دي، فانت مستواك مش هيتطور وتطوره هيبقى بطيء جدا. فانت حاول ان انت تشتغل لوحدك، تجيب العناصر بتاعتك الخاصه بيك وتبتدي ان انت تذاكر التريكس بس هو عملها ليه وازاي، وانت تطبقها بطريقتك الخاصه، لكن ما تركزش بس على الملحقات. وكلمه تانية لصناع المحتوى بالذات، يا ريت يركزوا قوي على الحته دي، هم بيدوا المعلومه لغيرهم. يعني انت فهمه ان انا مسيب لك الملحقات علشان خاطر تطبق معايا، لكن مش ده كل حاجه، او مش ده الصح، او مش ده الطريق الوحيد. لا، لازم تذاكر مع نفسك، لازم تطبق مع نفسك، لازم تطلع لدماغك. يعني هو انت اللي بيشرح في الدرس ده ما دي دماغه ووجهه نظره،
ورؤيته وخبرته وملحقاته، انت عملت ايه؟ ما انت الا بتمشي وراه. لكن فكره ان انا بقى استفيد منك او استفاد منك واخد التريكس واخد واقتبس، مش اقلد، اقتبس منك الافكار دي وابتدي ان انا اشتغل بيها في حاجات تخصني، وان انا اجي على نفسي وان انا اعصر دماغي ان انا اجيب افكار، حتى لو كانت افكار بسيطه في البدايه مثلا وانا لسه مبتدئ، بس فكره ان انا هطبق عليها تريكس لسه جديده انا متعلمها، ده هيعلم مستواك بشكل سريع. فبس دي كل القصه يعني. دلوقتي انت قلت حاجه كويسه جدا اللي هي بتواجه اكتر من 70 80% من المصممين. ازاي اصلا اجيب افكار؟ ازاي اصلا اجيب افكار؟ بص يا صديقي، اعتقد كنت انا عامل على القناه عندي حلقه زي دي بتتكلم عن الافكار. ففكره ازاي اجيب افكار دي، تعال نبتدي الموضوع من البدايه. انت في البدايه لو انت لسه داخل المجال جديد، فما اظنش ان انت هتعرف تجيب افكار اجمد حاجه. ليه؟ داخل مجال يعني ميغا غابه في كتير، والفيلدز نفسها فيها افكار كتير. فانت لسه في البدايه قدامك هوجه. ففكره ان انت تاخد حته من التورته مره واحده وقاعد على التورته دي 100 نفر بسرعه كده، فالموضوع صعب. لكن فكره انت بقى تبدا ان انت تتواصل بقى وتشوف وتفهم وتقرا وتعمل واحده 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 واحده، بيكون ليك مكان على المائده دي. تمام. طيب فانت ما تركز على ان انا عايز اخد الحته من التورته دلوقتي، لكن تركز ازاي هتروح تقعد على المائده دي علشان تعرف تاخد حته التورته. فالطريق في ان انا الاقي مكاني هو ده اللي الناس ما بتركزش فيه، عشان كده الافكار ما بتجيش بسرعه. ايه هو الطريق؟ الطريق ان انا ابص على تصميمات كتير، ابص على افكار كتير، اتعرف على ناس في المجال، احط نفسي جوه الكوميونتي نفسها. الاقي مثلا ان الفيس بتاعي مثلا بسكرول كده على الفيس، زي ما انا مثلا بشوف اخبار، زي ما بشوف سياسه، زي ما بشوف كوره، اشوف تصميمات واشوف ناس بتتكلم واسمع اكتر ما اشوف. يعني مثلا معظم الناس بتهتم جدا 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 بالمحتوى التطبيقي، بالمحتوى اللي فيه تولز. ما حدش مثلا بيهتم مثلا ببودكاست زي احنا بنتكلم فيه ده، ما حدش بيهتم بالفيلد نفسها، يا ترى رايحه فين وجايه منين. فدي حاجه لازم تكون فاهمها كويس جدا. اما تسمع كتير عن المجال اللي انت داخله وتبتدي تتعرف على ناس جوه المجال ده، تبتدي عينك تبص وتشوف حاجات مش شرط تكون بتعرف تعملها، لكن هناك كل يوم بتبص على الحاجات دي، فانت لوحدك هتبتدي دماغك تتطور. ليه؟ لان انت نقلت شخصيتك ووقتك اللي في اليوم، في جزء كده من الوقت في اليوم كبير جدا بقى خلاص مستهلك في الحته دي. فكل يوم هو مستهلك في الحته دي، انت نفسك شخصيتك ودماغك تفكيرها بيبتدي يتطور. لما اجي بعد كده قدامك اكلمك في تصميم معين وفكره معينه، هتبتدي تتجاوب معايا. حتى على فكره انت مش هتعرف تعملها، لكن في تجاوب. في لما اجي اقول لك انا حطيتها دي علشان كذا، فبتبتدي تكون فاهم انا بقول ايه. لما اقول لك دي غلط علشان الصح كذا، تكون فاهم دي ليه. فكره بقى انت بتعرف تعملها مش هتعرف تعملها دي كده كده جايه، لكن الافكار انها تكون موجوده. فالموضوع محتاج ان انت تحط نفسك شخصيا ككيان كده جوه الكوميونتي بقى دي بشكل عام، سواء انك تشوف، سواء انك تسمع، سواء انك تكون موجود وقاطع حيز من اليوم بتاعك كبير جوه الفيلد دي. فده كان جانب مهم جدا، ودي البدايه الصحيحه. طيب انا دلوقتي مثلا قعدت وبدات ان انا اتقاسم بقى في التورته. في ناس افكارها بسم الله ما شاء الله جباره جدا، ويعني اوت اوف فوكس قوي 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 قوي، وفي ناس افكارها عاديه. سواء الفكره كانت اوت اوف فوكس او الفكره عاديه، بص خلينا متفقين، طالما باعت وجابت فلوس اذا فيها ناجحه، طالما الناس تجاوبت معاها والدنيا مشيت تمام اذا فيها ناجحه. طيب ده المهم على فكره. لكن تعال نتكلم في الشق الكرياتيفيتي شويه، يعني الافكار العاليه او القبه ازاي كده. الافكار دي بتيجي من البرين ستورمينج، من العصف الذهني. انا مثلا معايا مثلا بروجكت مثلا على لاين معين، فانا بدات ابص على حاجات كتير جدا في اللاين ده. بدات مثلا بكلم مثلا مصطفى، مثلا بتناقش معاه، بقول لك يا ديشا انا داخل في الموضوع الفلاني وعندي 1 2 3 ما عملتش حاجه شبهه قبل كده، طب انت ايه رايك؟ انا بفكر في كذا. فيبتدي ديشا يتجاوب معايا، يرد عليا. والشغل في المجال ده مصطفى بالذات حلو جدا جدا جدا، بيكون فيه تيم. حلو قوي لما يكون فيه
كوميونتي قاعده بتتناقش كلها، تعمل برين ستورمنج كده في الفكره، بتطلع فكره جباره احسن مليون الف مره من انت تتناقش فيها مع حد. فالمجال بتاعنا ده اصلا مجال تيم، ده مش مجال فردي. عشان الناس اللي بتبتدي ان هي تاخد جنب ومش بتتعامل زي ما انا بقول كده في البدايه قبل ما تقعد على المائده دي، البدايه دي مهمه جدا. فان انت ما يكونش ليك علاقات وما يكونش في تيم تشتغل معاه، مش شرط يكون التيم بتاعك يعني، او مش شرط تكون انت وسطهم، علاقات فقط، مجرد علاقات، اقدر اتناقش معاك، اقدر اتصل بيك، اقدر اخد رايك واستشيرك في القصه دي، لا بتطلع بافكار جباره، بتطلع في حته تانية خالص. الحاجه الثالثه اللي هتساعدك قوي في فكره الافكار خصوصا الاوت اوف فوكس، هو انك تركز على مميزات البرودكشن، مش انك تركز على البرودكت نفسه. يعني زي مثلا يا سيدي انا بعمل مثلا ديزاين لعربيه مثلا، فانا عندي دلوقتي حلين، يا اما هركز على البرودكت، يعني هركز على العربيه واجيب عربيه واحطها على طريق واعمل اللايتنج واعمل الشادو واظبط الدنيا واعمل فيجوال شكله لذيذ، او ان انا اركز على المميزات بقى بتاعت البرودكت، اركز على مميزات العربيه دي. هل العربيه دي مثلا اعلى امانه، السيفتي بتاعها عالي شويه؟ هل العربيه دي مثلا سريعه قوي، مثلا بتجيب من الزيرو مثلا لل100 مثلا في 5 ثواني، فهي عربيه سريعه جدا؟ فهل العربيه دي مثلا سبور مثلا، فشكلها رياضي وشبابي وحلوه كده؟ فاركز على المميزات. ما الشركات العربيه كلها بتبيع عربيات، لكن ايه اللي بيخلي شركه تنجح عن الثانيه في المبيعات؟ اكيد في ميزه معينه في العربيه دي دونا على عربيه ثانيه. فانا لازم اكون بركز على المميزات في البرودكت بتاعي. اشوف العربيه دي مثلا الامان بتاعها عالي جدا، فانا اجيب العربيه واعمل الديزاين يكون تركيزي جوه الديزاين على ايه؟ على فكره السيفتي، على فكره الامان. ابدا ان انا اظهرها جوه العربيه دي، احط العربيه دي مثلا كانها مثلا جوه بالون مثلا، او كده العربيه دي مثلا ماسكه درع مثلا، وهكذا. احط العربيه دي مثلا وسط حرب، وكاني انا عايز اركز جدا جدا على فكره الامان. بس يعني فاحنا عايزين نركز على المميزات بتاعه البرودكت اللي انت بتشتغل عليه، وده لازم يكون نقاشك مع العميل. ما تستلمش بريف وتسكت، ما تستلمش مجرد داتا تقراها تعمل ديزاين تسلم ديزاين وخلصت. لازم يكون في نقاش ما بينك وبين العميل، يكون في تليفون، يا حبذا لو تقدر تعمل ميتنج معاه، تقعد تتناقش في مميزات الشغل بتاعه، سواء هو كان بيقدم خدمه او بيقدم منتج. تشوف ايه المميزات، تشوف ايه اللي ناقصه، تشوف المنافس بتاعه، تشوف ده نجح ليه وده ما نجحش ليه. طب يا ترى السوق ده ناقصه ايه؟ طب يا ترى المنتج ده لو احنا ركزنا على الفعاليه دي او ركزنا على الميزه دي في الديزاين هيبيع اكتر ولا مش هيبيع اكتر؟ فالافكار الاوت اوف فوكس بتيجي من هنا، بتيجي من ان انا بركز على مميزات المنتج. يعني سي مثلا لو كنا مثلا في زيت شعر، حتى زيت شعر ده مثلا من مميزاته ان هو مثلا بينعم الشعر جدا، فانا مثلا ما احطش مثلا منتج الزيت واكتب زيت كذا منعم للشعر، شكرا. الديزاين شكله حلو، شكله حلو بس مفيش فكره، عادي يعني، فاهمني؟ باع لذيذ وحلو والله ينور وضن، لكن طب انت عايز حاجه اوت اوف فوكس قوي، هات يا عم واحده شعرها مايل قوي كده وخلي حد يتزحلق عليه مثلا، وهذا ناعم جدا. فاهمين الفكره؟ هي دي الافكار الاوت اوف فوكس، ليه بركز على الميزه وابتدي بقى الفكره بتاعتي تتمحور حوالين الميزه دي. يبقى انا بركز بس على الميزه، وهي دي الفكره بتاعتي، دي اللي انا هشتغل عليها. وبتلاقي حتى ممكن المنتج مش هو الهيرو بتاع الديزاين، الميزه بتاعته هي الهيرو بتاع الديزاين، هي اللي واخده الكادر كله، والمنتج ممكن يكون واخد سايد كده مع اللوجو، فكره جباره شكلها لذيذ بس يعني. طيب انا دلوقتي بقى معايا تولز وبعرف اطلع افكار، بس بتعامل مع عميل ما بيعجبوش حاجه، او هو مش عارف هو عاوز ايه وبيعدل كتير، وساعة الحساب ما بيحبش يحاسب على التعديلات. بص، هو كان دايما اقول للناس كده ايه، لكل شغل قرفه. يعني مش دايما الكلام ده مش في مجالنا بس، الكلام ده في كل المجالات ولكل شغلانه قرفها. اولا زي ما قلت لسه قايل دلوقتي حالا، لو في امكانيه انك تتصل بالعميل او تعمل معاه ميتنج، فده هيبقى كويس جدا جدا. ليه؟ بص يا مصطفى، مش كل العملاء فاهمين جدا الصناعه بتاعتهم، او فاهمين جدا الاندستري اللي هم فيها.
انك تكون ديزاينر شاطر فاهم تسويق والحته التسويقيه مسيطره عليك في التفكير، بتقدر ان انت تتجاوب مع العميل في البريف بتاعه. يقدر انه مثلا يقعد معاك يقول لك والله مثلا يا هندسه احنا عايزين نمسك الاكونت ده مثلا بتاع الانستجرام دوت، نظبط كام بوست كده سوشيال ميديا لذاذ وخلاص. لا، انت بتعرف تقعد معاه تطلع منه طب قول لي انت شغال في ايه، طب قول لي المنتجات دي مميزاتها ايه، طب قول لي وريني كده اخر حاجات انت اشتغلتها، طب وريني اخر ارقام انت بعت بيها. طب نبدا نعمل انالايز، نبدا نحلل نشوف التصميمات دي لما نزلت، يا ترى الراجل ده كان بيعه عامل ازاي، يا ترى كان التسويق شكله عامل ازاي، يا ترى كانت الارقام سواء في الفولورز سواء في الفلوس حتى كانت شكلها عامل ازاي. وابتدي بعد كده بقى اقارن، هل المشكله في الكونتنت، هل المشكله في الديزاين، هل المشكله في التصوير، وهل المشكله في التسويق نفسها، وهل المشكله في البراند. ممكن يكون عايز يعمل ريبراندنج، ممكن يكون شكله شعبي مثلا، ممكن يكون هو بيقدم محتوى قوي جدا بس مش قادر يطلع بصوره تليق بقوه المحتوى، فالناس هنا بيحصل لها شك، بيبدا يشك، لا يا عم يمكن حاجه مضروبه، يجرب ممكن تكون حاجه كويسه جدا بس انت مش قادر تقدمها في العبايه بتاعتها، مش قادر تقدمها بشكل يليق بيها. فلازم اقدر ابص، والنقاش الحيوي اللي بيني وبين العميل ده هو اللي بيبتدي ان هو يحقق فعلا نجاح. وبيبتدي العميل، انت بص يا مصطفى، انت بتعلم العميل، لازم تعلم العميل بتاعك ازاي احنا بننجح سوا، ولازم النقاش ما بيننا يكون حيوي وانساني زي ما انا لسه قايل في الاول، يكون في انسانيه في الموضوع. يعني بقى حته الانسانيه دي على فكره مهمه جدا. العميل بيعدل كتير، انت لسه دلوقتي قايل العميل بتاعي بيعدل كتير. طب ممكن يكون بيعدل كتير لان انت سوري مثلا قفل معاه، والله انا الديزاين بتاعي ب 1000 جنيه بنعدل مرتين بس وبسلمك البروجكت بتاعك 1 2 3. يا عم سيب العميل ياخد راحته معاك، يا عم ما تحكموش، يا عم ما تحطولوش رولز، ما تفهموا كل عميل وليه الدخله بتاعته، هو نفسه لازم يكون مرتاح، لازم يكون حاسس قاعد ان هو واخد راحته. حط التعديلات بتاعتك قيمه. تعالى يا عم نفترض ان انت بتعدل في متوسط من تعديلين ل5، حط قيمه 3 تعديلات جوه ثمن الديزاين وقول له والله الديزاين بتاعنا كذا وحضرتك انا معاك تعدل زي ما تحب. فانت حفظت فلوسك وفي نفس الوقت مدي راحه للي قدام. رقم 2 ودي مهمه جدا، اتناقش مع العميل بتاعك وخد برايه حتى لو مش هتعمله. يعني ايه؟ يعني هو قال لك والله لا بس يا هندسه احنا عايزين نعمل دي كذا، رد ما تقولوش لا غلط، رد قول له والله دي فكره كويسه جدا بس انا عندي افضل، ايه رايك لو نعملها كذا. يعني ايه؟ يعني من الاخر بشكل ايحائي بسيط، خلي كأن العميل شارك معاك في العمليه. العميل اللي هو الاونر بتاع البيزنس لما انت تجنبه من المشاركه وكانه هو مصدر فلوس بس، هيقرفك وهيقعد يعدل ياما، لان هو عايز يحط التاتش بتاعه ايا يكن، فاهم مش فاهم، العميل عايز يحط التاتش بتاعه. فانت اديله الايحاء ده. طب لو فاهم اتعلم منه وخد منه واعمل اللي هو عايزه. انتوا في الاول وفي الاخر بتكبروا سوا، وليكوا هدف واحد ان احنا نعلي البيزنس ده عشان انا اكسب وانت تكسب، ويكون في الاهم بقى من الشغلانه دي علاقه ممتده على المدى البعيد، بنشتغل مع بعض كتير. انت لما تكون عامل كويس وانجحك فانت هتجيب لي اللي شبهك وهتجيب لي اللي زيك، وانا هكون في كاتيجوري كده معينه بشتغل مع ناس معينه. لكن لما اكون قفل فخلاص شكرا، ممكن يتعامل معايا فكره، ممكن يحاسبني ويديني فلوس ويمشي يتكل على الله ومش هيجي لي تاني. لازم يكون في بيننا صداقه زي اول. بالظبط، الله ينور عليك. لازم يكون في ما بيننا اللي هي بزنس فريندشيب، لازم يكون في انسانيه، ولازم يكون في صداقه عمل ما بيننا، ولازم ان انا ابين له ان انا برضه خايف على البيزنس بتاعه، وان يكون الانسانيه اللي بتربطنا دي ان انا اقدر اسمع منه واقدر اخد برايه واقدر ان انا اعدل على رايه بطريقه كويسه. والله قد ايه والله رايك كويس لكن انا عندي حاجه افضل، ايه رايك في دي؟ طب بص المنافس بتاعك عامل ايه، تعال نعمل دي بشكل افضل. يكون في نقاش حيوي، الراجل وهو قاعد معاك حاسس ان هو مشارك في نجاحه هو كمان، والله هيرتبط بيك جدا وهيفضل قاعد معاك ومكمل معاك وهيجيب لك كل اصحابه. فهي دي قصه التعديلات. قرفت التعديلات على فكره بتبقى معظمها والله مش عشان الديزاين وحش، علشان المعامله ومفيش تواصل، وانا مش قادر اقنعك بطريقه صحيحه ولا قادر اسمع منك، فبتحصل تعديلات كتير بس يعني. طيب انا دلوقتي العميل طلب مني التصميم PSD وانا مش متعود ان انا اصلا اطلع شغلي يعني عموما مفتوح بالعراض ايا كان بسبب PSD.
فيها. او لو شغال على اي برنامج تاني مش هتطلع شغل. يعني انت عايز تعرف يعني اذا كان ده صح ولا غلط، يعني هل انا هطلع تصميماتي اوبن سورس ولا لا؟ والله بص، هو انا فاهم اللي بيرفض ليه، وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول ان دي رول لازم كلنا نمشي بيها، لان في ناس بتطلع الاوبن سورس عادي. طب اطلع ولا ما اطلعش؟ والله بص، هو حسب الفيلد اللي انت فيه بصراحه، وحسب نوعيه العميل بتاعك. يعني لو انت شغال مع عميل محترم، يونيك كويس، ما بيضحكش عليك، حد بيطور من نفسه اول باول، فلا عادي اديله الاوبن سورس، لان هو عايز يحافظ على شغله، عايز يكون في بيك اب عنده، بيك اب عندك. لما يجي مثلا يعدل معاك حاجه في المستقبل، فانت والله ممكن يحصل مثلا حاجه في جهازك، يعني ممكن تحصل اي حاجه، الحاجه لو مش مرفوعه على درايف شير ما بينكم، يقدر ان هو يبعتها لك تاني، يقدر ان انتوا تعدلوا سوا. ف وفي مجالات عندنا لازم تطلع فيها الاوبن سورس، زي مثلا مجال البراندنج، المنيوهات والبروشوز واللوجوز والكلام ده لازم يطلع اوبن سورس، لان الكلام ده بيحصل فيه تعديلات اصلا بشكل مستمر، ممكن في اصناف بتتغير، اسعار بتتغير، اللوجو نفسه لازم يكون مرن معايا، انا بحطه على حاجات كتير، بحطه مثلا على بيل بورد، بحطه على ستامب، بحطه على فواتير، بحطه على ورقيات، بحطه على تيشيرتات، على يونيفورمز عموما يعني. فلازم يكون اوبن سورس عشان البروسيس بتاعت العمليه بتختلف من مكان لمكان، فما تحكمنيش. لكن ليه اللي بيعترض على موضوع الاوبن سورس بيعترض؟ بص، هو اللي بيعترض لسبب واحد بس، هو ان في عميل بيتذاكى رخم يعني شويه، بياخد الاوبن سورس عشان خاطر يبتدي هو يطلع منه بعد كده ديزاينات تانية ومحتويات تانية. يعني ده اوبن سورس، اقدر بقى اشيل خلفيه واحط خلفيه، اقدر ان انا اشيل تايب واحط تايب تاني، اشيل صوره واحط صوره، فممكن ان انا ابوظ الديزاين. هنا بيحصل حاجتين، الديزاينر بيزعل جدا، تعبه برضه وشقاه وفكرته، الراجل خرفها خالص. ورقم اتنين، نفترض ان هو ما خرفهاش، في نوعيه عملاء بتبقى فاهمه يعني شويه كده في البرنامج يعني، فيبتدي ان هو يعدل ويطلع لزمايله بقى ويطلع لاصحابه، والله بتحصل. فعشان كده علشان كده الناس، في ناس كتير بترفض، لا مش هديك الاوبن سورس. عايز اوبن سورس ليه؟ انت محاسبني على الديزاين، فانا بديك البرودكت بتاعك، تقدر ان انت تطبعه، تقدر ان انت تشيره، تقدر ان انت تعمل اي حاجه، وانا مش معطل لك شغلك. عايز تفصل افلامك، تفصل حاجتك، تظبط دنيتك، انا معاك. عايز تعدل، انا معاك. لكن في ناس بتقف جدا على موضوع الاوبن سورس، لان في عملاء مش مضمونين وفي عملاء مش كويسين. لكن بصراحه يعني هي كرول، لا هي ملهاش قاعده، يعني هي حسب زي ما قلت لك، حسب عميلك، حسب خبرتك، حسب الفيلد اللي انت بتشتغل فيها. فبس يعني دي كل القصه. ممكن اقفل التصميم من جوه ممكن تقفل التصميم جوه وتبعته له باسمه، ابعته لك باي اس دي وخلاص، ولو مش فاهم خلاص انت ريحته. بس زي ما قلت لك كده مصطفى، يعني هو الموضوع انت بخبرتك برضو وبقالك سنين شغال، انت فاهم انا اتعامل مع مين، وفاهم ايه الصح اللي المفروض يطلع وايه اللي مالهاش لازمه بس. طيب انا امتى بعد كل ده اقدر اقول عن نفسي ان انا مصمم شاطر، او لسه مثلا ما وصلتش للمستوى؟ بص، كان في حد حبيبي قال لي لازم الجرافيك ديزاينر يكون قادر يقيم نفسه، يعني قادر يحدد مستواه. على فكره الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. انت ممكن تعمل ديزاين تحطه في بوست عشان تشوف راي الناس، الكومنتس والرياكتس اللي بتيجي على البوست بتاعك ده مش ده تقييمك، يعني مش ده المستوى اللي انت وصلت له. الارقام مهمه، التحفيز مهم، ان دوت بي اكيد طبعا بيأثر، واكيد طبعا بيشارك في تقييم مستواك. لكن مستواك الحقيقي انت عارفه، المفروض تكون عارفه. مستواك الحقيقي هو انتشارك بين العملاء، هو الدخل اللي انت بتدخله، هو الفلوس اللي انت بتكسبها وبتخلي العميل يكسبها. والله انا كان معايا الاكونت الفلاني كان بيبيع ب100,000 جنيه، بعد ما اشتغلنا مع بعض بقى بيبيع ب200,000 جنيه. ده المستوى، ده النجاح. والله انا كنت بشتغل مع 10 عملاء، حاليا بشتغل مع 50. ده المستوى، ده الفرق. والله انا كان في فلان الفلاني بيطلبني، حاليا في الاسم فلان الفلاني هو اللي بيطلبني. ده المستواك وده الفرق. لكن جوه الكوميونتي بتاعتنا ده مش تقييم. انت ممكن تكون صاحبي فبديك رياكت، ممكن نكون حبايب سوا فبنطلع بعض،
ممكن نكون معارف وزملاء فتعرفنا سوا على بعض في قعده لذيذه، حطيت البوست، ما هم اعمل اد فريند، اد فريند اصحاب، خد بشير عادي يعني. مستواك هو شغلك، مستواك مكسبك، مستواك العملاء بتوعك، لكن مش مستواك هو الارقام. الارقام بتشارك في العمليه التقييميه، لكن مش هي التقييم الحقيقي ولا هي التقييم الاساسي. ان انت تكون عارف مستواك وعارف انت فين، وعارف انت على اي مقربه بالظبط من الناس بتطلع بكام. فدي هتساعدك في ان انت تقدر تطور من نفسك بشكل صحيح، وتقدر ان انت شغفك ما يموتش، وتقدر ان انت توصل لمستوى كويس. لكن لو انت مش قادر كديزاينر تقيم نفسك بنفسك هتقف. ممكن توصل لحلين، يا اما والله انا مش نافع وانا مش احسن حاجه في المجال دوت، فانا هشوف لي مجال تاني، او انك تفتكر انك احسن حد في المجال دوت وانك جامد جدا وان انا والله كده كويس وتمام مفيش اي مشاكل. ليه؟ انت معتمد على التفاعل، معتمد على الارقام، معتمد على يا ترى جالي كام لايك على البوست، يا ترى جالي كام كومنت على البوست. فانت معتمد على ده. اعتمادك على دوت ممكن يا اما يخليك مغرور وانت لسه الطريق قدامك طويل، يا اما ممكن يفقدك الشغف وتسيب المجال خالص. فما تعتمدش على القصه دي تماما، اعتمد على شغلك ودخلك، ده القيمه، وده ال ممكن تقول ايه الامتحان اللي تقدر فعلا تحدد فيه درجتك انا فين بالظبط. فبس دي كل القصه يعني. طيب سؤال فني بقى في الاخر، ايه الفرق ما بين التايبوجرافي والكاليجرافي؟ تايبوجرافي والكاليجرافي ماشي، هو في ناس لسه بتتلخبط ما بينهم. التايبوجرافي جاي من كلمه تايبنج، يعني تايبنج الكتابه، هي ان يكون في فونت موجود انا بعدل عليه زي التعريب كده. يعني لما يكون الناس مثلا بتعمل حروف انجليزي بتبتدي ان هي تطلع حروف الانجليزي دي كلمه عربي، ده اسمه تعريب، فده يندرج تحت كلمه التايبوجرافي. او ان انا اعمل فونت، يعني انا اكون مثلا بعرف اكتب كاليجراف، والكاليجراف ده ببرمجه لفونت فيكون فونت الناس تبتدي تشتغل بيه، فده تايبوجرافي. ان انا اعدل على الفونت، وان انا اجيب الفونت اخليه لاير، وان انا اكل منه حاجات واقطع منه حاجات واعيد تكوينه من جديد عشان يطلع لي شكل فني كويس، فده تايبوجرافي. في التايبوجرافي هو عمليه التعديل على الفونت نفسه، سواء انا بقى بعرب او عادي. انما الكاليجرافي فالكاليجرافي هو الكلاسيك، هي الحاجه الكلاسيك، هي البوصه والحبر، ان انا اكتب على ورق، او ان انا اكتب على برنامج زي الريستريتور مثلا او اي برنامج كتابه تاني، ده اسمه كاليجراف. فده بيبقى معتمد على الايد فقط بشكل تام، سواء انا بكتب بفرشه او بكتب ببوصه او بكتب بقلم، بعمل مخطوطه عموما. فالمخطوطه اللي بتتعمل بالايد دي اسمها كاليجرافي. لكن او الخطاط، هو الخطاط نفسه اسمه كاليجرافر اصلا، فده الخطاط خطاط الكلاسيكي، سواء بيستعمل تول كلاسيكيه او بيستعمل التولز بتاعه الديجيتال. انما زي ما قلت لك التايبوجرافي هو العمليه ان انا بعدل على الفونتس الموجوده نفسها بس. كان في موقف حصل ما بينك وما بين فوزي، ان كان هو بيسالك عن حد شغال في الانزايم بس ما كانش مراعي حاجات بسيطه كده في فنيات الطباعه. عايز اعرف. ايوه فوزي ده شريكي على فكره. هو فوزي كان بعت لي على الواتساب، والناس تركز قوي في الحته دي، لان الحته دي مهمه اهي، وده مثال حي على اللي انا كنت بتكلم فيه. يعني حد شغال في الديزاين شغله كويس جدا، لسه بادئ تمام، لكن ما شاء الله مطلع شغل مش وحش. فقال لي يا صاحبي الراجل دوت لسه بادئ فعايز يقيم سعره، يا ترى يطلع بكام؟ قلت له يا فوزي تبعت لي شغله. ففوزي بعت لي شغله، بصيت على الشغل قلت له يا فوزي والله يعني بغض النظر بقى عن التسعير تماما، يعني تعالى نتكلم في حاجه ثانيه بس. الراجل ده هل هو فاهم ان الحاجه دي هتطبع؟ يعني هو فاهم ان الشغل اللي هو بيشتغله ده هيخش على مكن ويطبع على ورق؟ قال لي المفروض. قلت له لا، الراجل ده مش فاهم حاجه خالص كده، الراجل ده مش فاهم بروسيس، لان هو شغال الدنيا كلها فول كولر، واحنا شغل الطباعه بتاعتنا في الكتب والمذكرات ده حبر ميه على ورق، ما ينفعش ضغط الالوان ده عالي جدا جدا جدا. ممكن العميل يعجبه جدا الشغل
ويوافق عليه وياخده ويدفع فيه مبالغ ويجي يوديه المطبعه، ايه اللي يحصل؟ مش هيلاقي جوده. بالظبط، المطبعه ممكن اصلا ترفض الشغل. المطبعه ممكن ترفض الشغل، تقول لهم ما ينفعش، انا مش هشتغل الشغل بالمنظر ده. او لو انا المطبعه وافقت على الشغل ممكن تضرب السعر في 2، يعني والله انا بطبع لك سي مثلا ورقه مثلا ب 60 ولا 70 قرش، والله انا هطبع لك الورقه ب 2 جنيه. ليه؟ على ضغط الاواني الموجوده. فانت كده خسرت العميل بتاعك، ما كسبتوش. يعني العميل جاي لك عشان ياخد شغل كويس ويكسب كويس، فالعميل بتاعك داخل في قصه خساره، رغم ان انت شغلك ايه؟ حلو جدا وشغلك كويس جدا، لكن العميل بتاعك خسر. فيا جماعه لازم يكون الديزاينر فاهم بروسيس كويسه، يعني لازم يكون فاهم الديزاين بتاعه ده هيتطبع ايه وازاي وعلى خامه ايه وعلى انهي مكنه، وبيتطبع ديجيتال ولا بيتطبع اوفست، بيتفصل ما بيتفصلش. طب الخامه دي لو في مثلا لو اول دور الخامه دي مضيئه ولا مش مضيئه، ما كل ده بيأثر في العمليه. يعني لو هتكلم مثلا في الاول دور مثلا، طب ما احنا عندنا مثلا بانر وعندنا فليكس، ايه الفرق بين الاثنين؟ انا كزانا المفروض يكون فاهم ده، لازم يكون فاهم ان البانر خامه معتمه ما ينفعش احط وراها اضاءه، لازم يكون فاهم ان الفليكس دي خامه مضيئه لازم احط وراها اضاءه، ما ينفعش اعمل فليكس وما احطش وراها اضاءه. فطب ايه اللي يحصل انا بالنسبه لي كديزاينر؟ وانا ممكن ساعتها بقى في الخامه المعتمه في البانر ان انا احط الوان مبهجه شويه، احط الوان مضيئه شويه، احط الوان تنور شويه تخلي التصميم ملفت. انما الفليكس لا، الفليكس ممكن ساعتها ان انا اركز، هل انا مثلا عايز الاضاءه تكون مركزه على التايبو ولا الاضاءه تكون مركزه على الباك جراوند؟ فساعتها ممكن اغمق الباك جراوند وانور التايبو، او اغمق التايبو وانور الباك جراوند لو انا عايز الاضاءه تركز على الباك جراوند، وهكذا. فكره ان انا اكون فاهم بروسيس، فكره ان انا كديزاينر اكون فاهم ده هيتعمل ازاي ومطلوب ايه وعلى خامه ايه والقصه بتاعت البروسيس كلها ماشيه ازاي، هيخليني انا اديزاين صح واطلع منتج صح، مش بقى شكله حلو وممكن يخسرني. الموضوع مش شكله وخلاص وكريتيفيتي وخلاص، لا، انا قلت قبل كده لازم يكون الموضوع يكون في الاخر نوصل لبرودكت انا والعميل، انا والعميل نوصل في الاخر ان احنا طلعنا شغلانه مظبوطه وكسبتنا مظبوط. على فكره ممكن اوفر في الالوان واوفر في الديزاين او اعمل حاجه، يعني ممكن العميل مش دي اللي في دماغه، لكن انا عشان فاهم بروسيس كويس عملتها بنقاش بيني وبينه كويس، وصلنا في الاخر ان احنا ممكن الحاجه دي مثلا هطلع منها 100 حته، فبدل ما 100 حته كلفوني 1000 جنيه كلفوني بس مثلا 700 جنيه، لان انا عملت ديزاين بشكل مختلف شويه. فساعتها انا وفرت للعميل، كسبته اكتر، طلعت حاجه شكلها افضل. فيا جماعه لازم يكون الديزاينر فاهم بروسيس كويس عشان يطلع ديزاين صح ويكسب. بس عايز حاجه؟ سلام.